فعاليات وزارة الداخلية بشأن الموقف الأمني في أول أيام الانتخابات. طبعا التقديرات الأمنية من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية أكدت النجاح الكامل وفعالية الخطط الأمنية لتأمين الاستحقاق الرئاسي في يومه الأول. نعم. وأكد الحقيقة أن رجال الشرطة والقوات المسلحة أدوا المهام المكلفين بها بمعدلات أداء أمني عالية وباحترافية بالغة. الحمد لله اليوم الأول عدى بشكل جيد، والحالة الأمنية بشكل عام كانت جيدة في الشارع المصري بكافة المدن على مستوى كافة المحافظات. نعم. طيب، ترددت شائعات اليوم في عدد من المحافظات بشأن وجود أجسام يشتبه بأنها متفجرات بالقرب من اللجان الانتخابية، وكان آخر هذه الشائعات بأسيوط، يعني ما صحة ذلك؟ احنا حذرنا امس استاذ احمد من خلال بيان اصدرناه من الشائعات المتوقع ترددها خلال هذه المرحله، وطبعا احنا بنتابع الموقف وبنصدر بيانات بنوضح فيها الحقائق امام الشعب المصري والراي العام بشكل مباشر وفوري، وكل هذه ما تردد في هذا الامر هي شائعات لا اساس لها من الصحه،